يا مساء الفل يا جماعة. الساعة 2 وانا نازل عندي مشوار حوالي 35-40 كيلو. طبعا السواقة بالليل دي محتاجة حذر لكذا سبب. اولا، كل المطبات والحفر اللي انت متوقع ان العربيات هتبطأ عندها مفيش حد موجود واقف عندها، فاحتمال كبير جدا تلبس فيها. وبعد الشر لو وقعت الساعة 2 بالليل الناس كلها نايمة محدش هيساعدك فيها. فأول حاجة انت محتاج تمشي بسرعة أبطأ من الطبيعي، الطريق مفتوح ومغري بس انت محتاج تمشي أبطأ بصراحة يعني. تاني حاجة بقى ودي الأهم، يا رب يكون الكاميرا صورت قبل شوية، وهي الكلاب والحيوانات. تنتشر طبعا بالليل كلاب الحيوانات وكلاب الإنس. فيعني لو عايز تمشي بالليل احتمال كبير جدا كلب يجي يهوشك، لو انت مش متماسك يا هتقع يا يحصل مصيبة. فيعني خلي بالك من الكلاب. نقطة مهمة بقى، المشي بالليل بيبقى دايما اسقع بكتير جدا من النهار. يعني ان احنا دلوقتي في شهر 5 في الصيف، الصبح بنصيف، انما حاليا الدنيا ساقعة جدا. يعني انا لابس جاكيت بس مش خبي عليكم، سقعان جدا، جاكيت خفيف خالص اللي هو الرفيع ده اللي بيتحط معاك، سقعان جدا يعني. فلا لازم تلبس حاجة تقيلة، خليها على الاقل معاك ستبن بدل ما تروح ايه تبقى عيان، تقعد عيان ايه حبة. طبعا اليومين دول انا قاعد انزل بسكوتر، فالسكوتر بيديلك التجربة الاقتصادية من غير سكرينة تحميك ومن غير اي نعم. السكوترات دي والموتوسيكلات الاقتصادية تقدر تحط لها سكرينة اعلى، سخانات موابد تدلعها يعني، بس ده ستوك احنا بنجربه الايام دي عشان نعمل عليه ريفيو. فبصراحة انا بتمرمط عشان اروح المشوار 50-60 كيلو في وقت مش مناسب يعني بالنسبة لان الواحد يركب حاجة مريحة. فدايما لو السكوترات دي اصلا مش بتاعت زي ما تقول ايه سفر يومي، يعني السكوترات دي بتاعت داخل المدينة ممتعة جدا. انا عايز اعرف دلوقتي اللي بيتفرج على الفيديو ده بيتابعني منين، من انهي جزء في الكوكب، والناس اللي بتتابعني عارفين انا ماشي فين. الناس اللي عارفين اسكندرية عارفين انا ماشي فين، حطوا لنا في الكومنتات تحت يا جماعة. طبعا الطرق السريعة زي اللي احنا فيها دي على 120 المفروض سرعتك، وانت زي البطة بتدرك هنا ان انت فعلا لازم تجيب حاجة تحميك من الهواء في الساعة. فيعني اللي احنا قلناه ده كله من جاكيت، من تأني، من غيره، حاجات أساسية خالص. ولكن لو انت مشوارك في جو بالليل كتير، لو انت مشوارك في سفر كتير، اعرف ان السكوترات الاقتصادية دي هترهق في السفر ده، ولكن لازم تمشي على ساعات قليلة ممكن تعدي. ولكن الافضل بقى هو الموتوسيكل. دايما انا بحب الموتوسيكل والله. الموتوسيكلات يا جماعة احسن في التوفير وفي استهلاك البنزين وفي مصاريف التشغيل والسرعة. يعني موتوسيكل 200 سي سي ممكن يجيب سرعة اعلى من سكوتر 150 سي سي.